عرفت سبب الإصابة بتاعت إمام عاشور إيه؟ ما عرفتش؟ تعال أقول. قبل ما تيجي اعمل متابعة ولايك وشير الفيديو لو عجبك. صباح الخير عليكم. يوم الجمعة منتخب مصر كان بيلعب نيوزيلندا. الماتش ده اتصاب إمام عاشور. طبعا نرجع لورا شوية ونشوف قبل الماتش اللي حصل. برنامج رامز جاب من الآخر كان مستضيف إمام عاشور ومعاه كابتن كباتن ونجم نجوم المجرة كابتن ميدو، بس مش هو ده سبب إصابة إمام عاشور. بعد الحلقة كابتن التاريخي للنادي الزمالك كابتن خالد الغندور، اللي هو بيقول على نفسه كده كابتن تاريخي للنادي الزمالك، نزل البوست دوت، نزله بعد حلقة رامز وإمام عاشور على طول، ويقول لك اللذيذ. وزي ما أنت شايف كده بوست كله أحقاد على إمام عاشور. طبعا إمام عاشور لما كان بيلعب في الزمالك كان نجم النادي الزمالك، لما جه النادي الأهلي بقى نجم مصر. طبعا فرق إن هو يسيب النادي الأكثر جماهيرية ويروح للنادي اللي على قد حاله النادي الأهلي، فرق شاسع طبعا. البوست كله أحقاد غندورية. ده مش بس كده، ده هو عشان عارف إن هو نشن صح نزل البوست ده، يقول لك أخد عين محترمة بعد برنامجه مع رامي، يعني تحس إن هو بيرد على نفسه عشان ضميره اللي وجعه قوي، وعارف إن هو اداله العين التمام. كل بوست ينزله على إصابة إمام عاشور يقول لك وتاني ألف سلام على إمام عاشور. كده الراجل يعني كأنه ما عملش حاجة ولا كأنه اداله العين التمام. طبعا الحسد في كل حاجة كمان موجود في كرة القدم، ودينا شفنا بالدليل كابتن التاريخي نادي الزمالك وهو بيدي العين التمام لإمام عاشور. سلامات لإمام عاشور ونتمنى عودته للملاعب. اشوفكم الفيديو اللي جاي.